ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بقى كده هنعمله فطير فلاحي بنعمله تحت عند حماتي. اول حاجه كده جبنا الحله نحط فيها ميه وعليها معلقه سكر كبيره ومعلقه ملح صغيره. طبعا هنعمله كميه كبيره. الكيلو دقيق عليه 3 كوبايات ميه، او بالظبط كده 600 مللي ميه. يعني ايه تحديد كده مع نفسك وشوف العجينه قدامك لحد ما ايدك خلاص ما بتلزقش فيها العجين، وما تخليهاش ناشفه قوي، تخليها ايه لينه كده وحلو زي ما انتم بقى شايفين كده. ممكن تسيبيه يرتاح شويه بعد كده تقطعيه، وممكن تقطعيه وسيبيه يرتاح على اللوح زي ما تحبي. انت بقى كده كانت بتقطعه قدامكم الحجم اللي تحبيه، حجم وسط زي ما تحبي، الحجم اللي انت عاوزاه زي ما انتم بقى شايفين كده. هنسيبه بقى يرتاح براحته، وبعد كده ايه نعمله؟ يبقى عليه معلقه ملح صغيره، معلقه سكر، كيلو دقيق، 3 كوبايات ميه، يعني 600 مللي ميه بالظبط كده. وعلى حسب ما تشوفوا قدامك، عايز شويه دي كمان حطي له زي ما تحبي. اهم حاجه ايدك العجين ما يلزقش فيه. دلوقتي بقى كده بنبدأ نفرد. أول حاجة نحط دقيق تحت ده الفطير الفلاحي اللي هو بالسمنة البلدي. بتحطي دقيق تحت بتاع الفطيرة، الحتة اللي انت قطعتيها، تحطي دقيق وتفرديها كده بإيدك، وبعد كده تجيبي السريع أو النشابة زي ما تحبي، وتفردي كده على الحروف على الحروف، وبعد كده تمسكيه بإيدك تفرديه بقى بإيدك كده أهو. لو انت يعني ايه احنا بنعمله كده، نفرده بإيدينا، وبعد كده واحدة واحدة قبالنا كده تفرد قبالنا. وممكن تعملي كله، في ناس بتعمله كله بتعمل العجينة بحالها، الكيلو ولا كيلو دقيق، تفرديها كده كلها مرة واحدة وتحطي عليها سمنة، وبعد كده تعمليه رول كده، وممكن تقطعيه وبعد كده تفرديه زي ما تحبي. بس احنا بنعمله كده، احنا طريقتنا كده، بنفضل نفرده كده زي ما انتم شايفين، نفرده بقى قبال حماتي كده، بفضل افرد قبالها. دي كانت صاحبتي كانت بتفرد قبالها، وانا كنت بصورهم. ونبدأ بقى نحط السمنة ونتني الطبق اللي قبالها، ونحط السمنة ونتني الطبق اللي قبالها. احنا طبعا بنعمله بزبدة وسمنة وعليها قشطة، ونحط حتة قشطة كده، القشطة بتخليه طري والزبدة بتخليه طري جامد وجميل. جربيه كده بالطريقة الفلاحي دي هتعجبك. أهم حاجة تفرديه خالص على الطبلية وخليه يدلل كده، افرديه خلي الحروف ايه رفيعة زي ما انتوا شايفين كده. بنعمله بالسريع الأول أهم حاجة، بعد كده حد يمسك قبالك أو انت مع نفسك كده. زي ما انتوا بقى شايفين كده. وبكده خلصنا. دلوقتي بقى كنت بعمل عيش شامي. العيش الشامي بيتعمل ازاي؟ ميه برضو على خميره وملح وسكر وعجين العجينه، بس تبقى ماسكه قوي، تبقى ماسكه قوي اعمليه. دلوقتي بقى كنت بنخبز وعملت رقاق كمان. قولي بقى لو عايزين طريقه رقاق بعمله لكم. دلوقتي بقى كنا بنخبز رقاق، كان ببطاطا رقاق دلوقتي، وانا كنت بنخبز قدام الفرن. ده الفرن الفلاحي بتاعنا. عندنا فرن بلدي يعني فرن من التاني برضو بنخبزه فيه، بس احنا بنحب ده اكتر يعني. زي ما انتوا بقى شايفين كده كنت بطلع الرقاق. قولوا لي ايه رايكم في الخبيز والجو الفلاحي ده. آه بحب حياة الفلاحين قوي. يعني عند امي وابويا ما فيش كده، بس عند حماتي يعني بقى الحاجات دي. ايه رايكم؟ قولوا لي. حد بيبقى مشتاق كده للحياه دي، ولا خلاص راحت عن ذهننا ولا ايه؟ ده كان العيش الشامي بقى، حماتي قامت تخبزه هي، عشان هي تخبز الفطير، عشان هي بتعرف تشيله وتحطه في الفرن. يعني ما بعرفش اعمل كده، انا بعمله في صينيه. فده كان العيش الشامي، شايفينه طالع ازاي طري وجميل. خلي بالك هو مش ناشف، هو طري. ده بقى ايه الفطير فردته كده على الطبلية. ممكن تفرديه، تحطي دقيق وتفرديه، وتفرديه كده على الطبلية وتدهنيه قشطة من على الوش كده وتحطيه في الفرن. وممكن تفرديه على صينية وتحطي عليه قشطة وتحطها في الفرن زي ما تحب اللي انت عاوزاه. شايفين عامل ازاي مورق ازاي وجميل؟ ايه رأيكم؟ قولوا لي ايه رأيكم. زي ما قلت لكم كيلو دقيق عليه معلقة ملح صغيرة، معلقة سكر كبيرة، 3 كوبايات مية. متخليش العجينة ماسكة قوي. ماشي. تجيبي العجينة، تسيبيها ترتاح بعد ما تقطعيها، وتفرديها خالص بالنشابة كده أو بالسريع، وتفرديها خالص خالص، تخليها ايه يعني يعتبر كأنها ورق كده. حتى لو اتقطعت منك مش مشكلة عادي. وانت دهنها بقى سمنة وتطبقي وبعدين تلمها كده كورة وتحطيها بقى ترتاح براحتها. تخلصي اللي وراكي وبعد كده تفرديها. ماشي. زي ما انتوا بقى شايفين كده كنت بنقطع بيض عشان كده نتغدوا. جبت عسل وجبنة حادقة وجبنة بيضة وقشطة. طبعا محدش ياكل قشطة طبعا جنب الفطير، هو مليان سمنة لوحده. زي ما انتوا بقى شايفين كده، قلت ما اوريهولكم هو مورق قد ايه. قولوا لي ايه رايكم. زي ما قلت لك، ادهنيه سمنه واتني واتني واتني. وممكن بقى تعمليه زي ما بقول لك كده، ايه تعمليه؟ تجيبي العجين الكيلو دي اللي انت عاملاه وتفرديه خالص، يعني تفرديها مثلا كده، وتحط عليه سمنه او زبده زي ما تحبي، وتعمليها رول، وبعدين تقطعيه، وبعد كده تفرديها بقى في الصينيه زي ما تحبي. وده الرقاق وده العيش الشامي.
أعمل بقى كوبايتين قهوة كده بعد الطاقة اللي إحنا خدناها دي كلّها. قولوا إيه رأيكم، لو عجبكم الفيديو نعمل لكم فيديوهات زي دي تاني، وأشوفكم على خير يا رب.